إذا أشعر أخاك المسلم وهو مكروب أو مغموم أو مهموم أو مريض أو يعاني، إذا أشعرته أنك تعيش هما متفهم لما هو فيه من الهم والغم، هذا نوع من إدخال السرور عليه. لما تورد عليه أنت آيات وأحاديث تبشر بالفرج لمن أصابه هم، هذا نوع من إدخال السرور عليه. يؤسفنا أن بعض الناس يحسن إدخال الحزن على الناس، ما ينتقي من الأخبار إلا ما هو مكدر. إن جلس في مجلس أدخل الكآبة على من حوله، ما دريت يا الربع مات فلان، ما دريت فلان أصيب بمرض السرطان. الأخبار تدخل الكآبة على الناس. يا أخي اختر ما هو يدخل على الناس السرور. رجل لم يعمل خيرا قط وهو من الأمم السابقة، ما يعلم له من عمل الخير إلا أنه يتجاوز من أقرضهم. قال تجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عني فتجاوز الله عنه وأدخله الجنة. مجرد أنه يسر إخوانه وتجاوز الله عنه. مما نغفل عنه نظن أن الفقير ما له نفس، يضع كل شيء على بعض، ما تدري وين الصالونة من اللحم من الرز من السلطة كوكتيل. ليه يعني الفقير هذا ما له نفس، ما يميز بين الأكل. ترى الفقير إنسان له مشاعر ويحب أن يرى الشيء جميلا كما تحب أن تراه. احذر أن تكون ممن يسيء إلى الناس بكلام، ولا تقول لي والله مزح. ترى في بعض المزح جارح، في بعض الكلام يصعب التراجع عنه. قاتل لمن يسمعه. عود لسانك أن تقول في الناس خيرا ولو أنه قصر في حق، قل ما شاء الله أهلا وسهلا فيه، طللت علينا بوجهك الطيب. معلمة في إحدى المدارس إذا أتت في دوامها تبحث عن طالبات الفقيرات التي لم تقم أمهاتهم بتمشيط شعور، تأتي كل واحدة منهم تجلس تزين لها شعرها وتهذبها كذا دون مقابل. بالله عليكم كيف أثر هذا على نفس الطفل هذه؟ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كما نقل بعض طلابه عنه أنه قال رأى شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بعد موته، قال ما صنع الله بك يا شيخ؟ قال غفر لي. قال بأي شيء؟ قال بإحساني إلى الناس. يقول الشيخ ابن عثيمين لا أعلم عن الشيء في صور إحسانه إلا تعليمه الناس العلم. يقول أحد الناس ما صليت صلاة في مسجد إلا قلت في سجودي اللهم اقبلني مع من معي في هذا المسجد، اللهم لا تردنا خائبا، اللهم اقبل صلاتنا أجمعين. هذه النفوس الراقية لا تعيش فقط تفكر في همومها وغمومها بل تحمل هم الآخرين. هذا يعلمنا الدين أن نصل نفعنا للناس لنصل إلى الخيرية.